اهلا بيكم في حلقه جديده من The Story of You. ضيفنا النهارده باني شركه بتريفولوشنايز الكار اندستري في مصر. عمرو علام CEO and founder of Bidex. هاي عمرو. هاي. Welcome to the Value ثانك Office. يو. احنا excited قوي ان احنا نفهم اكتر عن Bidex وايه بالظبط انتوا بتعملوه، بس ممكن تحكي لنا الاول شويه عنك وعن الباك جراوند بتاعك. I'm an architecture engineer already graduated في 2014. Architecture معماري. معماري. اوكي. family business automotive. بدأت أشتغل لوحدي من أول ما اتخرجت. بدأت أشوف اللي بيحصل في الاوتوموتيف سيكتور. أي حد من اللي بيفكر يشتري عربية، انتي اي حد من اللي حوالينا بيتعرض ان هو بينزل بقى بيقعد يتفرج على معارض، بيشوف كل حاجة، شورومز مختلفة، اسعار مختلفة، بيبقى عنده هاسل. يبقى عامل نفسه انه هيبقى في بروسيس طويل بالظبط. قبل اساسا ما يقرر اي حاجه، ان هو لازم يعدي على كذا معرض، يعمل exploring phase طويل جدا بالظبط، اي يعني. حد من اصحابه يقول له طب تعالى اوديك عند فلان، تعالى اوديك، بتبقى فيها هاسل، بتبقى مشقة بالنسبة له، سواء انه عايز يشتري عربية، عايز يمبورت عربية، سواء عايز ياخد لون للعربية. طبعا في 2021 بعد الكوفيد كمان حصل تغير كبير قوي في البيفير بتاعت الناس. بدأ الناس بتحب تشتري العربيات از تو انفست كمان فيها. بدأ الشعب كله في مصر بيبص الاوتوموتيف بسايكل مختلف. كأنه asset دلوقتي. بالظبط. فكل حته في مصر فيها ان انت تو باي نيو كار اتس ديجيتال ايزي يعني، الا مصر. ففي 21 قررت ان انا ابني شركه جديده بعيد عن الشركه اللي اسستها في 2014. انت given ان انت كنت عايز تشتغل في الاوتوموتيف اندستري، ايه اللي خلاك تدخل معماري اساسا في الاول؟ لا، عشان انا بحب القصه يعني اوكي، بس ما اشتغلتش فيها. اشتغلت فيها اول ما اتخرجت بس. اوكي. وبدات بقى فاميلي بيزنس، اكمل شغل فاميلي بيزنس، عشان عربيات. انت عايز تكمل في العربيات. اه بالظبط. بس عايز اكمل في عربيات بطريقه مختلفه، اه. يعني باسلوب 24 اوكي. مش بشو رومز وكده. في 21 اسست الشركه الجديده اللي هي بيدكس. بنينا سوفت وير، تيم سوفت وير، ان هاوس سوفت وير. ما حبيتش ان انا اعمل بروجكت مع حد تاني، انا حبيت ان احنا يبقى عندنا ان هاوس سوفت وير تيم مم. عشان نكبر. اه، ب- ده دايما بيطول البروسيس، بس يمكن بيحسن المنتج في بالظبط. الاخر يعني. That's why انا من 21 عندي ups and downs لغايه ما الحمد لله في 24 6 24 وي لانش بيدكس. اوكي. كان كل دوت بنشوف ايه المناسب للكونسبت في مصر، لان موجود الاوتوموتيف، يعني حاجات ديجيتال بره، بس مش مناسبه للبيهيفير بتاع الكاستمر المصري. اوكي، فكان لازم تلوكلايز البرودكت نفسه. بالظبط. فالحمد لله احنا عملنا اكبر، يعني احسن سوليوشن واكتر حاجه مناسبه مع الكاستمر المصري. ايه الاكبر فرق بالنسبه لك ما بين البيهيفير بتاع الكاستمرز اللي بتستعمل البلاتفورمز التانية اللي انت شفتها بره مصر وبيهيفير الكاستمر المصري؟ لا، حاجات كتيره قوي هتلاقيها في الفيتشرز. احنا شاطرين جدا وبنحب نفاصل وبنحب ناخد العربيه، نشتري العربيه باقل سعر موجود، مش في السوق بس، يعني اقل من سعر السوق. اه. فكل حد بيفكر بالطريقه ديت، فايه خصوصا الناس اللي بتنفست. زي ما قلت لك النهارده الناس مش بتنفست في اليو اس دي او في الذهب، الناس بتنفست بشكل مرعب في العربيات. فكله حابب يجيب العربيه باحسن سعر عشان يعمل احسن مكسب او حتى ما يخسرش. بالظبط. طب ايه بقى الفيتشرز اللي انتوا قدمتوها في بيدكس اللي خليته، انت كنت بتحكي لي انه it's more than just a platform او market اتس ا place. سوليوشن، It's a اتس ا solution. ماركت بليس سوليوشن لكل حاجه ممكن تتخيليها. من اول ما انت معاكي عربيه يوزد عايزه تبيعيها، يو كان تريد ان اي عربيه موجوده على البلاتفورم. احنا عندنا بيك اب او دروب اوف، احنا عندنا انسبكشن سنترز اول اوفر مصر في الجمهوريه كلها. تقدري تimportي من على بيدكس، تستوردي عربيه من على بيدكس. اوكي. تقدري تاخدي لون زي ما مهم. احنا عاملين، والحمد لله عملنا جوين فينشر مع فاليو في شهر 6 وعملنا ارقام كويسه معاكم من شهر 6. تقدري تفصلي. احنا حتى خلينا الفصال النيجوشيشن بقت اونلاين. اوكي، اشرح لنا شويه ده البيدنج اوبشن. لسه احنا عندنا بيدنج، عندنا الاوكشن ده موجود كمان، واشتغلنا اوكشن، عملنا كذا اوكشن الفتره اللي فاتت. عندنا ميك ان اوفر وتراك برايس. ميك ان اوفر ان انت لو في عربيه موجوده على البلاتفورم
انت عاجباكي فور اكزامبل سي اي براند، مم. هتلاقي العربيه موجوده على البلاتفورم ثمنها مليون. انت اتفرجتي على العربيه ديت في كذا حته وسمعتي اسعار تانية خالص، وبتحلمي ان انت تاخدي العربيه دي فور اكزامبل ب 950. اوكي. فانت بتخشي على بيدكس، بتلاقي العربيه، تعملي ميك ان اوفر، بتساندي الاوفر، بيسالك كاش ولا انستولمنت، يو تشوز مثلا كاش، هتحطي الاماونت اللي انت عايزاه. ده في الميك ان اوفر، كتبت 950. ممكن بنسبه كبيره ان احنا نوصل نجيب لك العربيه باحسن سعر، بيدكس وافق على 950. هيجي لك بيمنت لينك بمسج على الواتساب ان انت تخش تحجزي العربيه. ادفع ديبوزيت من ديبوزيت، البيمنت لينك. اوكي. ديبوزيت دوت، بتخشي تحطي الكريدت كارد بتاعك، اوكي. تحجزي العربيه within 24 hours، بتعملي ترانسفير الاماونت بتاع العربيه. مهم. فكده العميل بيتعامل مع بيدكس مش بيتعامل مع صاحب العربية، لا فانت ما كده إيه، يو افويد المشكلة بتاعة اللي بتحصل من الماركت بليسز لما حد يضطر يكلم مظبوط. ذاتس ثلاث واي شركات. احنا هاسل اوكي. فري سوليوشن. يعني انت مش هتتعاملي مع عميل سواء عربيه يوزد نيو، مش هتتعاملي مع حد غير بيدكس. اوكي. بيدكس والجرانتي العربيه اليوزد، احنا عندنا انسبكشن سنتر زي ما قلت لك، مهم. وبيدكس هيشتري حتى اليوزد. يعني انت خدتي العربيه ب 950، انت كمان عندك عربيه يوزد عايزه تبيعها على بيدكس، بيدكس هيجيب لك فيها اعلى سعر. اوكي. وازاي بتجارنتي ان انت بتعرفوا تلاقوا اعلى سعر؟ يعني ده بالاكسبرتيز ده بالظبط، بتاعك احنا في الاوتوموتيف بالظبط اندستري. احنا عندنا الاكسبيرينس، دي اكتر حاجه مساعدانا. وبقى عندنا سوفت وير تيم، ودي حاجه تساعدنا از تك، وعندنا انسبكشن سنتر والتيم بقى بتاع المشتريات والسيلز وكل ده. احنا قافلين السايكل كلها. وفي الاخر انت العربيه بتاعتك المستعمله انا برضو ببيعها لك باعلى سعر قصاد البرسنتج which is nothing قصاد السعر اللي بيجي لك. فانت الكوميشن اللي بدك تاخدها ثابته regardless of اي حاجه، فالعميل بالظبط. عارف ان انت كمان هتبقى عايز تجيب اعلى سعر عشان مظبوط. تاخد اعلى كوميشن. يس. very interesting. طب احنا we're excited to learn more. تعالى نموف للسيجمنت الجايه، هنلعب some games نتعرف عليك اكتر ونفهم اكتر عن بدكس. يلا. يلا يلا your turn. اه ثانية هتنزل. اوكي. اوكي. ايه هي اليونيك سيلينج بوينتس اللي انتوا بتقدموها؟ ان بيدكس اتس ا سوليوشن، ومغطيه فول سايكل لاي حد بيفكر يشتري عربيه. انت تقدري من كنبه البيت في خلال ساعه تشتري العربيه، تريدي ان عربيه مستعمله، تستوردي عربيه وتعملي الامبورت ناو سايكل كلها، تقدمي اوفر على العربيه عجباكي، تتفرجي على العربيات يوز، تعمل معمول لها انسبكشن، تقدري تاخدي اماونت لون في اقل من ساعه، زي ما شغالين من جون مع فاليو، محققين ارقام كويسه جدا بالنسبه للوضع بتاع الماركت. مفيش حاجه تانية انت بتحلمي بيها من البيت مش هتقدري تعمليها من على بيدكس، والعربيه هتجيلك لحد عندك. فالتراست والسبيد التراست والسبيد والترانسبيرنسي، والترانسبيرنسي، كل دوت احنا ده اليونيك سيلينج بوينتس بتاعتنا. كتير يونيك سيلينج بوينتس. اوكي ماي تيرن. اوكي، سوق العربيات كان فيه تغييرات كتيرة قوي الفترة اللي فاتت. ايه التطورات اللي أثرت عليكم بطريقة إيجابية، وايه اللي أثر عليكم بطريقة سلبية؟ السلبيه طبعا تغير في الاسعار اللي حصل، زياده سعر الفايده، ده اثر جامد جدا. بس انا بشوفها من شكل تاني، بالعكس انا شايف ان ده كويس لبيدكس، لان النهارده الناس كلها بقت بتتوجه لنسبه كبيره بالعربيات اليوزد الانسبكتد، ودي حاجه مش متوفره قوي في مصر ان انت تلاقي، او مش متوفره، ما فيش ولا بلاتفورم موجوده بتقدم الفيتشرز بتاعتنا ان هي بتبقى انسبكتد اول اوفر الجمهوريه. لو حد عنده انسبكشن فبيبقى مكان واحد، احنا مغطيين مصر كلها. انت حتى لو في الجونه، في شرم، في اسكندريه، بتقدري تعملي انسبكشن للعربيه وترفعيها على بيدكس. وكمان الناس بقت بتدور على بارتنر يساعدها في البيع وفي التسعير.
ويبقى ريفايز ليها، لان بقى في confusion جامد قوي على الكونفيوجن، لان الاسعار. كل الكومبيتيتورز موجودين. ممكن تلاقي عربيه موجوده بسعر مش موجود، يعني تلاقي عربيه مكتوب على سعرها 100 جنيه 100,000. فانت عندك بقى هاسل، هتكلمي شوفي العربيه. احنا ما عندناش كده، العربيه محطوطه بسعرها وانت تقدري تنيجوشيتي وتاخدي سعر اونلاين. مش لازم ادخل في الهاسل ان انا بتعامل مع كذا تاجر وكذا individual وكذا عقبال ما الاقي السعر اللي يناسبني. بالظبط، احنا ما عندناش كده خالص. بالعكس، انت حتى عربيتك المستعمله لو هي انت رافعاها على بيدكس وعرضها، وفي حد عايز نيجوشيت معاكي فور اكزامبل، النيجوشيشن دي اونلاين. يعني انت رافعه عربيه مستعمله، هيجي لك نيجوشيشن على الواتساب. في حد عايز فور اكزامبل عربيه ب 600,000، في حد باعت لك نيجوشيشن، هو مش باعت لك، باعت على بيدكس بس هيجي لك ب 590,000. انت ممكن في وقت من الاوقات، في ظرف من الظروف، توافقي. اول ما هتوافقي تقولي اوكي، هيجي له بيمنت لينك من خلال بيدكس، مش من خلالك. اوكي، هيجي له بيمنت لينك يدفع عربون العربيه. ساعتها انا بقول لك مبروك، العربيه بتاعتك اتباعت، بحول لك 590,000 وبتعامل مع العميل. فايتس فانتوا فيري هاسل حليتوا مشكله اليوزر اكسبيرينس اللي موجوده في بالظبط، البروسيس شراء وبيع بالظبط. وده كان العربيات. الصعب بالنسبه لنا، ان احنا نديجيتالايز الاوتوموتيف بالفكر بتاع الكاستمر المصري، بالفيتشرز المناسبه ليه في مصر. يعني لو بصيتي على بيدكس باي بلاتفورم من الموجودين بره مصر، مش هتلاقي الفيتشرز دي مجمعه كلها في بلاتفورم واحده. وده اليونيك سيلينج بوينتس اللي كنت سالتين عليها. دورك انت. اعمل ايه بقى؟ احط الاو يعني. ماشي، اوكي. هخسر شكلي. ماشي، لا كسبان. صدق حاجه. اديني السؤال. اوكي، ايه اهم كواليتي اكتسبتها من خلال رحله الانتربرينورشيب بتاعتك ما كانتش عندك قبل كده؟ الاصرار، الباشن. ان انا بادئ البروجكت ده من 21. حصل تغير كبير جدا في الماركت في مصر كذا مره. كل مره بعدل في الموديول، كل مره ببقى عندي باشن اكتر ان انا لا هكمل. ودي ما كانتش احنا حاجه عندك قبل كده لا، قبل؟ ما كانتش عندي، لان انا برضو يعني انا دخلت انا مش انا خريج هندسه، ماليش علاقه بالاوتوموتيف، بس فاميلي بزنس مم. سوفت وير كملت. فان احنا الحمد لله ننجح ونلونش ونعمل ارقام في الوقت دوت، بالظروف اللي بتحصل، بالتغير بتاع الاسعار، بفيتشرز تناسب كل حد محتاج عربيه، وفي الاخر ياخد العربيه بهاسل فري ويبقى مبسوط. فدي كانت بالنسبه لي الباشن والدرايف بالظبط. انا كسبان، والله كسبان. اه الالكتريك كار اندستري، قولي رأيك عنها وايه شايف مستقبلها في مصر؟ لا، هو بعد الانفراستراكشر اللي بيحصل في كل الجاز ستيشنز الموجوده، اه وفي كل الكومباوندز، كل حاجه لا خلاص ليها فيوتشر، واسعارها افوردبل جدا. كان زمان ما فيش حد بيمول العربيات ديت از اوتو لون. النهارده لا، مع فاليو الدنيا بقت احسن، تقدري تقسطي عربيه واسعارها وشايف فيري افوردبل. الديماند بيزيد عليها طبعا، الالكتريك كارز؟ ناس كتير قوي بدات تغير فكرها، والعربيات بقت فعلا حلوه. اه اوكي، نروح to our last segment. عمرو، عرفت ان انت تبني برودكت وتلونش وتحقق نجاح في وقت قصير، بس اكيد كان في challenges along the way. ايه كانت بالنسبة لك اكبر challenge؟ اكبر تشالنج كانت اللي انا بغير المينتاليتي بتاعت اليوزر، وفكره عن ان هو لا، هو لازم يعني ما فيش، مش زي العربيات مش زي طلبات. يعني طلبات الناس الاول كانت شايفاها عندها ريجكشن منه، ما ينفعش اطلب اكل اونلاين. لازم اروح المطعم واجيب الاوردر. انت النهارده العربيه ممكن تتفرجي على العربيه، تمبورتي كل الفيتشرز اللي عندنا ديت. وبالعكس، انت كمان تقدري تعملي اوتو لون على اكبر اماونتس بارقام مع او فاينانشال بارتنرز زي فاليو. تاخدي الاماونت بتاعك من كنبه، من المكتب، من شركتك، من بيتك. فتغيير المايند سيت ان الناس تبقى عايزة تنزل تشوف العربية بالظبط. تجربها احنا كمصريين لازم يروح يتفرج على العربيه الشوروم، ويفتح العربيه ويقفل الباب وبتزمر يعني فكره فدلوقتي ديت. الناس بقت مقتنعة ان هو لا، هو البروسيس ممكن يكون اونلاين ببارتنرز انا هي بثق كانت فيها. اصعب حاجه ان انت تو بروف الكونسبت ان مش تك، ان هو اتعمل بس تك، ان هو بجد ننفذ ترانزاكشنز. فاحنا عملنا فتره تيستنج من اول السنه لحد شهر 6، وبعد كده وي لانشت في 6 لما حسينا ان فعلا خلاص الناس بدات في proof of تاكسبت concept. وتو بروف اوف كونسبت. لا، في ترانزاكشنز اتعملت، في ناس، في حد اشترى عربيه، في ناس اخذت اماونتس بارقام مع فاليو، بعربيات لكجيريس وعربيات مش لكجيريس. فالفكره ان انت الناس تاكسبتت، احنا عدينا، دي كانت اصعب حاجه.
what's next؟ ايه ال long term vision بتاعتك لبيدكس؟ نفسك تشوفها فين وايه ال plans بتاعتك؟ بيدكس هو مش مجرد عربيات، احنا as a future مش future it's very soon يعني we launch ال B2B ان احنا هيبقى عندنا dealers على بيدكس يقدروا يبيعوا عربياتهم اللي موجودة في مخازنهم لليوزرز، اوكي. للناس اللي بتشوف بيدكس وبرضه وتنفذ اليوزر هيتعامل، الترانزاكشنز اليوزر برضه بيتعامل مع بيدك. بس. اوكي، فده ال B2B arm ده بتاعكم البي تو بي الجديد. ار. as a future احنا شغالين على اللي احنا نفس الدي ان اي بتاع بيدكس، السوليوشنز والفيتشرز بتاعتنا في كاتيجوريز تانية we launch it very soon. تقول لنا ايه الكاتيجوريز الجديدة؟ حاجة شبيهة للعربيات الناس برضو بتنفست فيها بس حاجة سكيل أكبر اوكي. وما حصلش فيها قبل كده الفيتشرز ديت في الماركت. آخر حاجة، في أي مسج حابب تقوله لناس بتحاول تبدأ ال entrepreneurship journey بتاعتهم؟ ما تخافش من الفشل، لأن أنا فعلا في 21 وأنا ستارت اللي أنا لانش أشتغل على بلاتفورم أو حاجة زي بيدكس، هي كانت بيدكس برضو يعني. أنا فشلت في 21 ل 22 وحصلت لي مشاكل، لان البروجكت اللي خرج للنور واشتغلت عليه ما كانش هيبقى مناسب للسوق المصري، فلا I never give up وكملت. والحمد لله احنا 24 ولانشت بعد سنتين بعد الفشل، وعملنا ارقام واثبتنا ان لا، هو في حاجه اسمها بيدكس وفي حاجه بتتنفذ وفي ارقام اتنفذت وفي عربيات اتباعت على بيدكس وفي كاتيجوريز تانية بنفس الدي ان اي بتاع بيدكس ولانشت سون مع بارتنرز اقوياء في الحته بتاعتهم. Thank you so much for joining us. ثانك يو. وإن أنت حكيت لنا و best of luck على ال ثانك يو exciting سو plans ماتش، اللي ربنا حكيت لنا يخليك، عليها. شكرا. ثانك يو.